صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى يا ست الكل هعمل لك كيكه بدون بيض، بدون حليب، بدون زبده، بدون سمنه، بدون الكلام ده خالص. طلبتوها مني وان شاء الله النهارده هنفذها لكم بمنتهى السهوله. هشه طريه جدا خفيفه، يعني ما تتخيليش، مش هتصدقي ان هي ما فيهاش حليب ولا بيض ولا الكلام ده خالص، وطعمها فوق الوصف. هوريكي في بدايه الفيديو كده بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها مع بعض على القناه، وهسيب لك اللينكات كلها في صندوق الوصف. بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب للصف مميز. اتمنى يا جماعه تشاروا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائده للجميع. ويلا بينا مبدئيا كده هنبدا بالدقيق الاول. معايا 3 كوبايات من الدقيق. في الاول يا جماعه لازم اقول لك الكيكه دي بالذات مش مجرد مقادير هتخشي تاخديها من صندوق الوصف. الكيكه بالذات دي لها تكات وتفاصيل، لازم تشوفي الفيديو من بدايه للنهايه علشان الكيكه تنجح معاكي. معايا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم نص كوباية من النشا، وهنبدأ نقلبهم كويس قوي. لازم تقلبيهم كويس قوي. وبعد ما قلبناهم هاخدهم كده وانخلهم 3 مرات، لازم تنخليهم 3 مرات علشان تدخلي الهواء فيهم. وبعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ معايا 7 اب. في بدائل يا جماعة، انا هعملها النهاردة بالسيفن اب. ممكن تستبدلي السيفن اب دي بميريندا برتقان، ممكن تستبدليها بمية، مفيش مشكلة خالص. بس انا حبيت النهاردة اعملها معاكم بالسيفن اب، ونشوف النتيجة عاملة ازاي، هشة وطرية وخفيفة جدا. هنبدأ بكوباية ونص من السيفن اب او الميريندا او عصير البرتقان او المية اللي انت حباه، لان النهاردة احنا عاملين كيكة صيامي بدون حليب نهائي. طبعا السيفن اب ده بدرجة حرارة المطبخ، مش ساقع خالص. لازم المكونات يا جماعة بدرجة حرارة المطبخ ما تكونش ساقعة. وهننزل بكوباية وربع من السكر. خلي بالك يا ست الكل، الكوباية اللي انت تستخدميها بمعيار الدقيق هي نفس الكوباية اللي تستخدميها في جميع المكونات. احنا النهاردة نشتغل بالكوباية ومش هنشتغل من الميزان، بس اهم حاجة يبقى كوباية موحدة للمقادير كلها. هتنزلي بكوباية وربع من السكر، عليها رشة ملح بسيطة كده، وهنبدأ ندوب. شايفين الفوران ده؟ الفوران ده هيعمل هشاشة أكتر للكيك. لكن ممكن تعملي طبعا يا جماعة كيكة مش فيها بيض، مش فيها حليب، مش فيها زبدة، فلازم نطعمها بطعم من الأطعمة. فالنهاردة أنا جبت فانيليا بطعم البرتقال، بنكهة البرتقال عشان تديني نكهة البرتقال. ممكن عادي تجيبي كيس من اللي هو الفروتي ده، عادي مفيش مشكلة خالص. وممكن تستبدلي السيفن اب بعصير البرتقال علشان ينكهها معانا، لكن علشان هي طبعا ما فيهاش بقى حليب ولا بيض ولا زبدة ولا الكلام ده، بس كيكة فعلا لو انت كلتيها مش هتفرقيها عن الكيكة العادية. ومعايا نص كوباية من الزيت بيعادله حوالي 100 جرام. زيت يكون ملهوش ريحة ويكون ايه لونه أبيض. وبعد كده هنقلب المكونات دي كلها، ومش هنعمل في الخلاط ولا أي حاجة خالص، بمضرب سلك يا ست الكل أو بمعلقة اللي عندك. احنا النهاردة هنشتغل يعني بحاجات بديهية جدا. شايفين؟ بنبدأ نقلب لحد ما السكر يدوب معاكي. بعد كده هننزل بالدقيق تدريجي، يعني هننزل بالدقيق كده 3 دفع، كل دفعة بقلب وانزل بالدفعة اللي بعدها. متفقين. انا بقول لك يا ست الكل، لو وصلت المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيدة جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو بعتيلي اي كومنت كده يخطر على بالك. وردة جميلة زيك، وجه مبتسم، والله يسعدني كتير. وحابة اشكركم كتير كتير كده من الارض لحد السما على الكومنتات والدعوات الحلوة اللي فعلا بتسعدني وبفرحني كتير. ربنا يا رب نكون نعمة في حياتي، أجمل إخوات في الدنيا. نرجع الفيديو بتاعنا. شايفين بديها إيه؟ 3 دفع، كل شوية بقلب. شايفين؟ لازم ما تنزليش مرة واحدة علشان ما تكلكعش وما تعملش كتل معاكي. آخر دفعة نزلتها أهو، ببدأ أقلب. في الوقت ده انا مجهزه صينيه دهنها دهن من الزيت، وحاطه في قريتها ورق زبده. مش لازم تحطي خالص ورق زبده، طبعا دهنها من الزيت، ما دهنتش من السمنه علشان انا قلت انا مش هحط فيها سمنه ولا زبده خالص. في الوقت ده القوام ده يا جماعه تقيل، ما ينفعش خالص قوام كيك. هننزل بنص كوبايه مغليه من على النار. ازاي الكلام ده؟ لازم تكون مغليه، ما تخافيش خالص، انزلي بيها مغليه على الكيك معاكي. الكوبايه دي، نص كوبايه المغليه دي يا ست كل، هي اللي بتخلي الكيكه معاكي طريه وهشه، لان طبعا احنا ما حطيناش حاجه تطريها. طبعا اللبن والزبده والكلام ده والزبادي والكلام ده بيطري الكيكه، لكن بالفعل ما حطيناش حاجه، فلازم نحط نص كوبايه المغليه دي، هي اللي هتدينا طراوه للكيك.
وطبعا النص كوبايه من النشا احنا بنحطها كمحسن لكيك، لان الكيك معايا مفيهوش بيض، لكن طبعا النشا برضو بتنشف شويه. في الوقت ده حسيت ان القوام تقيل، نزلت بحوالي ربع كوبايه من الميه تاني، ميه عاديه من الحنفيه. على حسب بقى انت حسيتي ان القوام بتاعها تقيل، تنزلي كمان بربع كوبايه ميه، مفيش مشكله خالص يا جماعه. لقيتيها تقيله انزلي بربع كوبايه ميه، لقيتيها خفيفه انزلي بمعلقه دقيق. موضوع سهل مفيهوش اي تعقيدات خالص. حد هيقول لي ما حطيتيش المادة الرافعة لسه. هنحط يا ست الكل، بحطه في الاخر خالص. ليه؟ علشان انا منزلش بالبيكنج باودر وبعد كده انزل بالميه المغليه، تعمل فقاقيع كتير كده. الميه المغليه هتعمل فقاقيع مع الايه، تتفاعل مع البيكنج باودر. انا عايزه انزل لحد ايه، بما اقلب الميه اللي بتغلي وبعد كده ننزل بالماده الرافعه بتاعتنا. المحسن الطبيعي اللي احنا هنعمله، معايا 3 معالق من عصير الليمون، هنزل بيهم وبعد كده بنزل فوقهم على طول بباكت من البيكنج باودر بيعادل 22 جرام. شايفين الفوران كده، اول ما تقلبي تحسي ان الكيكه فارت معاكي اكنها كريمه كده. هو ده المحسن الطبيعي اللي طبعا بيساعد ان الكيكه تفنش معاكي بزياده. والله انا محتاجه ان انتي لو جربتيها هتعجبك جدا، لانها خفيفه فعلا وهشه، ويعني طريقه طراوه فوق الوصف. طيب بتتخبز على درجه حراره كام؟ انا حطيتها يا جماعه في صينيه مقاس 25. ممكن تحطيها في مقاس لحد مقاس 30، مفيش مشكله خالص. هتحطيها في الرف اللي في الوسط. هتاخد سخان الفرن قبلها ب10 دقايق على 180، يعني متوسطه مش عاليه قوي. وبعد كده تحطيها في الرف اللي في النص، هتاخد معاكي بالظبط ساعة الا ربع. اوعي تطلعيها قبل كده، لان الكيكة دي يا جماعة بتاخد وقت شوية، مش زي الكيكة اللي هي فيها بيض. يعني بتاخد يعني من 45 دقيقة ل50 دقيقة. ما تطلعهاش قبل كده. واول ما تطلعيها اوعي تقطعيها وهي سخنة، لازم تسيبيها تبرد تماما، علشان بتبقى طرية جامد اول ما تطلع من الفرن. اول ما تطفي عليها واربي الباب كده 5 دقايق وسيبي الصينية جوه. بعد ال5 دقايق طلعيها وسيبيها تبرد. ما تقطعهاش قبل ساعة أو 2 لحد ما تبرد تماما معاكي. متفقين. بعد طبعا لسه مطلعاها من الفرن دلوقتي، بصراحة أنا ما صبرتش وقلت لأ، يعني كانت دافية ما كانتش بردت خالص، كنت أنا رايحة مشوار، فحبيت إن أنا أقطعها معاكم بسرعة. التشققات دي يا جماعة عادية خالص، مفيش مشكلة من النشا، لكن ما أثرتش معاها ولا أي حاجة خالص. بس الكيكة ناجحة معاكي بنسبة 100%، وهشة وطرية وخفيفة، يعني خفية كده زي الريشة. وطبعا أنا هستنى منك كومنت لما تعمليها وترجعي تاني تقولي رأيك فيها. أنا واثقة إنها تعجبك جدا، إن في ناس يا جماعة كتير طلبوها مني وأنا اتأخرت عليكم معلش، بس المهم إن شاء الله عملتها. شايفين قد إيه هشة. واسيبكم في رعاية الله وأمانه. انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد. وإلى اللقاء. ومشاهدين ما تنسوش أنا هستنى منك كومنت لما تعمليها. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.